صباح الخير عليكم. كيما شفتوا الحمد لله الثلج طاح، وهذا عربون زوين بان العام غيكون مزيان ان شاء الله. غتكون الشتا. الثلج راكم عارفين كيعاون الفرشة المائية الباطنية، سورتو الباطنية اللي تحت الارض، يعني حتى العيون يكونوا مزيان، البير غيكون مزيان. ايوا هذا فضل من عند الله، اللهم لك الحمد. نتمنوا بان العام يكون زين على المغرب كامل، ماشي غير علينا حنايا في هذه المنطقة ديال جبال الاطلس المتوسط، ويكون الخير ان شاء الله، وتكون الغله والزيتون يزيد يكبر ويرخص، ما يكونش بحال العام اللي فات 80 100 درهم. يرجع الزيتون كما كان ايامات المعصره، كنتي كتاخدو 30 درهم 35 درهم. بون جيت في هذا الفيديو نجاوب على واحد السؤال كيسولني بزاف الناس، كيفاش واش انت ولد هاد المنطقه هادي ولا غير جيتي ليها. افيكتيفمون الاصل ديال الوالده من هاد المنطقه هادي، انا زيد خلق كازا. الناس اللي يعرفوا مقاطعه 41 الروش نوار، مي اغلبيه كبرت في سلا، قريت في سلا، خدمت في سلا، دغري حتى نحلم بانني نعيش في الباديه. كنت اصلا في الباك ديالي كنت دوزت الكونكور ديال الكارد فورستي اللي هو بوغابه، على اساس اني خدمه زوينه كتعيش في وسط الغابه وكذا. مي ما كتابش، دوزتها شي 3 المرات ما كتابش، حتى اصلا البرومو تياخدو الناس قلال 25 26 واحد. بقات غادا الفكره كتطور في البال، حتى جات واحد الوقيته كنت خدام انايا في لي سونطر دابيل، سبيسيمون في سونطر دابيل، يعني اخر خدمه غنخرج منها يعني سونطر دابيل. بقاو فيها شي مشاكل، اسباب، صافي خرجت. كنت جامع واحد البركه، الاخ ديالي تا هو كان جامع شي بركه، قلت له علاش لا نجيو نبني واحد الطويره هنايا في البلاد الوالده. صافي قال لي بسم الله. جيت بنيت هنايا الدار بشويه بشويه. بون ماشي ما نوريكم الدار، مي هاد الدار ما جاش طلعات، خدات تقريبا واحد العامين ديال الخدمه. كل مره حاجه، كل مره حاجه، مره كتطلع الطوب، مره كتصاوب مرطوب، مره كتصبغ لتحت، مره عاوتاني هاد المره الاخرى هي باش بنينا 2 بيوت الفوق، على امل من هنا لقدام يقد هاد ال2 بيوت يرجعوا بروجي، يرجعوا بحال اوبيرش، حيت هاد المنطقه سياحيه بزاف، واغلب الناس اللي كيجيو ليها هما لي موطاخ، صحاب المطار الكبار. وبيان سور هادوك كيبغيو غير يباتوا في الصباح الفطور ديالهم، يعني ديك اليوم كيما كنقولوا خفاف على القلب. فوالا هذا ما كان. ايوا قلت ندير ديبارا زيرو، بديت بالدجاج، بديت دابا بالمعيزات، باغي عاوتاني ناخد الغنم، شي نعجات يكونوا شي غاس مزيانه. بيان سور تكون ادابتي لهاد الجو هذا، يعني كتحمل البرد وكتحمل الصهد، وتكون عندها خصوبه طالعه. يعني اغلبيه غناخد اون غاس اللي تابع هاد المنطقه، ولا النواحي ديال خنيفره، اقلموس، تيمحضيط مثلا، هادوك هما اللي ياخدو الخدمات. فوالا هاد اون بغيف. ونتمنى يكونوا الفيديوهات ديالي تعجبوكم. ما تنساوش اللي ما مابونيش ابونا، ما راهي كتعاوني غير كليك، تعاوني باش نزيد قدام في هاد لاشين. وعلاش لا تولي شي نهارات لاشين كتخلص، ما توليش تخلصني انا، ما غتولي تخلص العلف ديال الدجاج وديال الغنيمات اللي غندير، وكتكونوا نتوما ساهمتوا في هاد لابتيت فيرم. فوالا هادشي اللي كاين. صباحكم مبروك، الله يعاونكم.